نركز مع بعض شوية. ما حدث مع وسام أبو علي يحدث الآن من إمام عاشور. نفس القصة اتكررت مع وسام أبو علي من فترة قريبة جدا، ودلوقتي نفس القصة بتتكرر تاني، بس المرة دي مع أفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب في أفريقيا تقريبا، إمام عاشور. أنا بالنسبة لي إمام عاشور يجمد لآخر السنة. أولا القرار، أنا بس هقرأ العقوبة يعني بين السطور كده. أولا العقوبة دي زي ما جده قال 1.5 مليون، ده رقم مش قليل. أسبوعين ده رقم، ده أنا أصلا العقوبة بالنسبه لي لغز اكتر من امام ما يروح. يا حبيبي ده الاهلي بيعاقب نفسه. لا ما هو ايه اللي هيحصل؟ 5 ماتشات. العقوبه اللي ما يقدرش يلغوها ايه؟ تحس ان الاهلي بيعاقب نفسه. الواحد فعلا مش فاهم ليه ده بيحصل، ولما بنيجي نتكلم لازم نفهم ان الكرة مش في الملعب بس، الكرة في العقلية اللي بنتعامل معاها. وتعالى اقول لك على الجانب التاني من القصة، بعيدا عن موهبة امام عاشور خالص. الاهلي ضم امام عاشور في صيف 2023، ومن وقتها اتوقع عليه 3 غرامات، 1,000,000 جنيه بسبب خناقته الشهيرة مع الشناوي، واستبعاد من الفريق لحد ما الأزمة تعدي وتتنسي، غرامة مالية بسبب السوشيال ميديا، وأخيرا 1,5 مليون بسبب إنه اتهرب وما سافرش مع الفريق. يعني في خلال 2.5 سنين تقريبا اللاعب واخد غرامات ب2 مليون ونص، غير الاستبعاد وغير المشاكل اللي عاملها، وده كله مع الأهلي بس، مع العلم إن مفيش أي عقوبات معلنة وهو في الزمالك، غير عقوبة واحدة بس اللي أمير مرتضى طلع واتكلم عليها، عشان الناس اللي كانت بتحاول تهم نفسها ان الزمالك ما عاقبش امام عاشور وانه كان اعلى من الزمالك. تعالوا ما نسمع امير مرتضى المشرف على الكرة وقتها قال ايه. لما امام عاشور ضرب وليد سليمان اعتذرنا لكابتن وليد، رحنا بوسنا دماغه والماتش شغال يعني والجمهور في الملعب. قلت له ما برضاش بقله الادب وما برضاش باللي حصل ده. بس ما تعاقبش امام ساعتها. ما تعاقبش امام، ما تعاقبش من الزمالك. امام كان ساعتها عقده مثلا 1,200,000 جنيه، طيرت منه 600,000 جنيه بسبب الحركه، بسبب ان هو ضرب وليد سليمان. قلت له ده انت لعيب احتياطي وبره السكور، ونازل بعد ما الماتش خلص تضرب واحد اكبر منك ب 15 ولا 20 سنه عشان تبقى ايه؟ ده مش معناه انه كان ملاك في الزمالك، لا، احنا بس ما كناش بنعلن العقوبة، وكل نادي وماشي بسياسته. احنا ما بنعلنش عقوباتنا يا عم، مالكش دعوه. وده كله كوم، وعقوباته من الاتحاد المصري كوم تاني بسبب هتافه الشهير ضد جمهور الاهلي ورموز الاهلي، اللي هو اصلا دلوقتي لاعب في الاهلي. واي حد مهما كان اسمه ومهما كان نجوميته ومهما كان هو مين، مهما كان هو مين، بس مش مقدر اللوجو ده، تمام؟ ولا اهلا وسهلا وربنا يوفقك في حته ثانيه، تمام؟ لا انت اغلى من اللي راح، ولا جبت لي زي اللي راح على فكره، ولا جبت لي زي اللي راح، تمام؟ بس انا عايز اكمل، وعايز اكمل بهويتي، بطبعي، بشخصيتي، باسلوبي، بالاجواء بتاعه النادي، الاجواء اللي هي فيها سعاده وفرحه. وفي ناس بتنزل من النادي في دفى، بتنزل من بيتها الصبح وترجع للنوم، يعني هي حياتها النادي. انت لازم تقدر ده، مش مساله تحترمه وتقدره. ايوه، ان حياه ناس هي الاهلي، ما تعرفش حاجه ثانيه، يعني ما عندهاش منفذ تاني في الحياه غير الاهلي. ناس انت يا امام ربنا اداك 1,000,000 فرصه، ففي كل مره تسيب الفرصه دي من ايدك وتضيعها بطريقه اقل ما يتقال عليها استهتار. ده انت يا اخي بقالك شهور بعيد، وربنا واقف جنبك في مرضك وما سابكش، والاهلي استحملك حوالي 8 شهور، وده تاني او تالت ماتش ليك مع الاهلي. ايه يا اخي لحقت؟ ده انت العالم كله بيتكلم عليك، وكان قدامك فرصه تبقى افضل لاعب في افريقيا بمسافه. اللي بيعمله امام عاشور ده اكبر عك كروي شفته في حياتي. لعيب موهوب، موهبه غير طبيعيه، موهوب، بس هنا انه يا ابني حرام عليك، اقسم بالله حرام عليك يا جدع، ده انا لو املك النصيحه يعني حرام عليك نفسك. بص بقى للنعمه اللي ربنا اداها لك واشكر ربنا عليها، وارجع واكد تاني عليك، انت فعلا تستاهل تبقى اعلى عقد في الاهلي، ومش بس في الاهلي، لا، انت المفروض تبقى اعلى عقد في مصر. بس الموضوع مش بيتحسب كده، الكرة مش موهبة بس، الكرة عقلية، انضباط، تركيز، مسؤولية في أرض الملعب. عرفتوا ليه محمد صلاح بيقول إن مصر فيها لعيبة محلية؟ عرفتوا ليه ما ينفعش نقارن اللعيبة المصرية باللعيبة المحترفة؟ عرفتوا ليه بنقول إن الكرة في مصر محتاجة نبدأ من تحت الصفر مش من الصفر؟ وارجع اتفرج على الفيديو اللي فات، هتلاقيني أنا سايبهولك فوق في اللينك أهو، وتحت في أول كومنت كمان. ده بسبب إن الموضوع مش في الملعب بس يا جماعة، الملعب كله على بعضه 30%، والباقي بتبقى عقلية اللاعب.
انا عايز اي حد مهما كان انتمائه يطلع يقول لي ايه اللي يخلي لاعب بيلعب في افضل انديه في افريقيا بياخد ملايين وعنده امكانيات جباره ومرعبه يعمل تصرفات زي دي. ورجاء نبعد شويه عن الانتماءات. نفس اللي حصل مع وسام بيحصل مع امام. بص يا كابتن، اول حاجه طبعا انا مبسوط. انت مبسوط؟ طبعا مبسوط جدا جدا، لان احنا اتكلمنا وحضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان امام عاشور قنبله موقوته. احنا اتكلمنا هنا وانا اتكلمت بصفه شخصيه، قلت يا جماعه انتوا بتدافعوا عن امام عاشور اللي هو اصلا اساء في وقت من الاوقات لرمز من رموز النادي الاهلي. فاللي بيحصل من امام، انا عايز اقول الاعلام أيوة، بس بعد مبسوط يعني. مبسوط ليه بقول لهم هو شمتان. مبسوط ليه؟ ده رياضه، ده رياضه يعني. مبسوط لا مبسوط ليه؟ النهارده للاسف عنده حق. امام عاشور لما راح النادي الاهلي انتوا قلتوا هيتعلم الالتزام. فين الالتزام اللي انتوا قلتوا عليه؟ الالتزام اللي هو هيمشي ورا مبادئ ونظام النادي الاهلي. فين الالتزام اللي انتوا قلتوا عليه؟ لان ده تصرف فردي من لاعب عنده كل حاجه بس ما عندوش عقليه ب2 جنيه. لاعب ما عندوش اي انتماء للنادي اللي بيلعب فيه، سواء بقى اهلي زمالك منتخب مفيش فرق. المشكله انك تشوف جمهور الاهلي يطلع يقول ان الاهلي نادي التربيه والاصلاح. طب فين التربيه والاصلاح؟ لاعب ما كملش 3 سنين في ناديك واخد اعلى عقوبتين في تاريخ النادي. لاعب شتم رموزك وشتمك وهو في الزمالك، ولما يبقى كويس نقول احسن لاعب في مصر، ولما يرجع لعاداته نقول اصل الاهلي تربيه قبل ما يكون النادي كوره. طب ازاي؟ فهمني. انا شايف ان امام عاشور اللي بيعمله في النادي الاهلي هز منظومه النادي الاهلي. هز. ما حدش يقدر يهز منظومه النادي. امال اللي بيحصل ده ايه؟ ما حدش يقدر يهز. اللي بيحصل ده انا ايه؟ بقول لك ما حدش يقدر. اللي بيحصل ده ايه؟ والله ما حد يقدر. اللي بيحصل ده ايه؟ ما حدش وبعدين يقدر يهز منظومه النادي انت قلت الأهلي. كلمه مهمه جدا. الاهلي ما بيقفش على حد. طبعا احنا دلوقتي على باقت في السوشيال ميديا باقت الاهلي ما بيقفش على حد. امال احنا امال انتوا جبتوا امام عاشور ليه؟ ليه دايما عايزين نخليها اهلي وزمالك؟ ليه مش عايزين نشوف ان ده بيضر الكره في مصر وانها مش اول مره تحصل؟ الواحد فعلا بيبقى حزين من العقليات دي للاسف. والايام هتدور وهتشوفوا بدل امام 1000 امام و1000 واحد زيه. طول ما مفيش رقابه وطول ما بنصرفش على التعليم وتاهيل اللعيبه ذهنيا وبندفع لهم ملايين في جيوبهم بسبب ان الجمهور بيطلعهم في السماء، احب اقول لك ان المنظومه عمرها ما تتصلح غير لما نصلح عقليه اللعيبه بتاعتنا.